السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين وجمعة مباركة علينا وعليكم يا رب بكل الخير والبركة والسعادة. فيديو النهارده ان شاء الله بعد عن الطبخ والروتينات. تعالوا نشوف فيديو النهارده عبارة عن ايه. زي ما انتم كده شايفين ال 20 جنيه البلاستيكية خلاص ظهرت اهي، تم اصدارها من البنك المركزي وباذن الله قريب هتنتشر في مصر كلها. طبعا في نفس الميعاد من اصدار ال 10 جنيه البلاستيكيه برضو، علشان تبقى على دخول عيد والناس بتتقبلها، بتبقى مبسوطه منها عشان الشكل الجديد. يعني نشوف بقى كده ايه هي الفرق بينها وبين ال10 جنيه، الحجم اكبر ولا اصغر، ونشوف مواصفات ال 20 جنيه البلاستيكيه ايه. بس حطوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه، ويا رب يجعلها قدم السعاده على المصريين جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. ونشوف مواصفات ال 20 جنيه البلاستيكيه. طبعا مصنوعه من ماده البوليمر او الماده بلاستيكيه، طبعا ما بيبقاش يعني بلاستيكيه ولا حاجه، لكن هي سهله برضو للتاني وكل حاجه اهي زي ما انتم شايفين، بس ان هي بتبقى بتعيش 3 اضعاف من العمله الورقيه او ال 20 جنيه الورقيه. على اليمين مسجد محمد علي، جنبها هي امضه المحافظ، زهره اللوتس، وعلى الظهر برضو اهو من ورا ده كده الملكه كيلوباترا. وال20 جنيه مكتوبه بالانجليزي، وبرده هنا البنك اوف ايجيبت، البنك المركزي، وهنا العلامه ديت يعرفوا ان ديت ال20 جنيه. شايفين ديت عشان لما المكفوفين يمسكوها او يضغطوا عليها يعرفوا ان العشرة دي 20 جنيه. ده كده علامه علشان المكفوفين. تحس كده 4 نقط بارزين، ده كده لما المكفوفين يضغطوا عليها تبقى تساعدهم بسهولة. عرض واحد لكن الطول ال20 جنيه أطول حاجة بسيطة من ال10 جنيه. يا رب كده يجعلها آدم السعادة على المصريين جميعا يا رب العالمين. وده كده كان فيديو معاكم النهارده زي ما انتم كده شايفين اهوت. ال20 جنيه خلاص بإذن الله هتنتشر بقى كده في مصر كلها. طبعا مصر بتعملها ليه؟ عشان زي ما قلت لكم تبقى غير قابلة للتزوير، بتعيش أضعاف العملة الورقية. يعني لو زي ما قلت لكم لو العملة الورقية بتعيش سنتين، دي بتعيش 6 سنين وغير قابلة للتزوير، وكمان بيبقى شكلها يعني بنمسكها كده بنقول دي عملة ايه، يعني بنبقى لكن العملة القديمة كلنا عارفين أول ما بنشوفها بنقول دي عملة خلاص مصرية، لكن كده دي بتبقى يعني بنقول دي العملة دي يعني خلي كده الناس يعني تبقى لها كده قيمة شوية عن العملة الورقية القديمة، تبقى حاجة قيمة شوية، يعني المنظر قيم برضو عن العملة القديمة. ده كده فيديو معاكم النهارده، يا رب كده يكون عجبكم ويكون نال رضاكم. وزي ما قلت لكم كده ما تنسوش باللايك والاشتراك فضلا وليس امر، ويا رب يجعلها قدم السعادة على المصريين جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. ومع مبارك علينا وعليكم يا رب في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.